الجزائر مسلمة، الجزائر مستقلة. هذا ما صدح به الشعب الجزائري في مظاهرات 11 من ديسمبر 1960 ليكسر بصوت الحقيقة الساطعة أراجيف دوغول والمغرضين من جنرالاته وعتاة المستوطنين الأوروبيين. هب الجزائريون إعصارا عارما ليدقوا المسمار ما قبل الأخير في نعش الاحتلال الفرنسي بأيد لا تحمل إلا العلم الجزائري وشعارات سلمية ترفض مناورة خبيثة لدوغول فحواها الجزائر جزائرية، مناورة قابلها المستوطنون بمطلب الجزائر فرنسية، أما الجزائريون فلم يقنعوا بغير الاستقلال. من بلخور بمدينة الجزائر انطلقت شرارة الانتفاضة ليبلغ مداها مدن عنابة ووهران وقسنطينة وغيرها، وليتحقق بذلك انتصار سياسي لافت. 9 أيام من بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 15 تعترف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره والاستقلال، اعتراف أرغم الجنرال دوغول على الرضوخ والجلوس إلى طاولة المفاوضات التي أفضت إلى استعادة السيادة الوطنية. كان ذلك آخر مسمار يدق في النعش الذي قبر أحلام الاستعماريين بالجزائر، ومعه دفن الشعب الجزائري مآسيه الممزوجة بالدموع والآهات.